الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه المستكبرين الشرفة. بردوام دبين لا شرح كرني كتابي لباب التحرير في أصول التفسير دان راوي دكتور مساعد بن ناصر الطيار ومختصري دكتور عبد الرحمن المشد المصري. جيش بنا قاعدين ويملا قواعد تفسيري بلان بيش بيننا قاعدة كانت وكان كتابك هي لو بابي بناوي القواعد الحسان في تفسير القرآن دان راوي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي صاحب تفسيري نك السعدي صواب لضبط اسمكي بكسري سينيا. القواعد الحسان في تفسير القرآن أو قاعداني كليرة باسكريا باش شيزوري ليوندر باسكريا وزايدا جلا مقدمي تفسير كشي عندك قواعدي متعلق وتفسيري باسكرديا دكه وكو اطلاع بقرن والسري واستفادة ليبكن. أما أو يازد قاعدة كليرة باسكريا مهمترين قاعدة كاني أصولي تفسيرية كلا يستغني عنه مفسر. بلان جيش بنا قاعدين ويان بلام قاعدة كان لسر أصل كتابك دخينه أجر مثلا عندك جوازي لكن تنريده إشكاليات نابي يعني لسر أصل كي دارين لسر تحريري دارين حتى عندك إشكاليات لأنه كان لمان يعني ويبكين ويليبكين كليرز قاربين. جيش بنا القاعدة التاسعة والله ما مصطفى. عند تعدد معنى اللفظ فلا بد من احتمال السياق للمعنى المختار لللفظ إذ لا يكفي فيه صحة إطلاقه في اللغة. قاعدة يمتسيا دليلكاتي تعدد لفظي معناي لفظي مثلا لفظك معناه تسان معناه شيء ناكلة أما يعني تنها اعتماد كنسر معناه مطلقة لغوية كي دبي تمام شيء سياقي كي فليركو أنا دوشت مالو دروز دبي معناي مطلقي لغوي يعني معناي اللغوي لقر معناي سياقي كامي هرد بجيرين أما معناه سياقي كي هرد بجيرين كأل يقترب سياقي بلان معناه مطلقة لغوية كا دكريت راس بلروي لغوة بلان راسنا بلروي أو سياقه نمونكي أتزبا شرح كين دريت انسى. إن تناسق اللفظ بمعناه مع السياق القرآني شرط مهم لقبول التفسير المبني على اللغة فالمعاني المتعلقة باللفظة قد تتعدد لكن لا يلزم أن تكون كل هذه المعاني لللفظ صالحة في ذلك السياق القرآني. يعني ذاك معناه كالروي لغوية صحيح بيتم برام الروي السياقية مناسب نبي وآياته فهو يقلع قاعدة كان تفسيره كما تماشي سياقي بكي أما السياق مان هي وسباق مان هي فرق في السياق القرآني لقى السباق القرآني. سياق خدي أويك آياتك هاتي عندك زال لباشي هاتيا أو السياق بلام سباق أويك لبيش آياتك هاتي يعني زال آياتي بيشيتي سابقة بلى. ولقد ركب بعض المتأولة هذا المركب فحملوا القرآن على معاني فحملوا القرآن على معاني لغوية تناسب معتقدهم وإن كان السياق ينبو عنها فهي نشاز فيه غير مرتبطة به ومن ذلك تفسيرهم بالرفع تفسيرهم لقوله تعالى بل يداه مبسوطتان ففسر بعضهم اليد بالقدرة وفسرها آخرون بالنعمة. حسبك ليركو أنا دري عندك لأهلي كلام لأهلي تأويل عندك زار حمل قرآني ده كان لسر معناه شيء لغوي كمعناه كالروي لغوية صحيحة إشكاليات ما لقرينيا بلام لقر سياق قرآني كي ناقنزي مثلا حمل لتفسير آياتي بل يداه مبسوطتان يد كيد لقلا آياتي كان الصفات والصفات ثابتة لأخوة برجار سبحانه وتعالى بوشط شروطاني كالكتابة كاني اعتقاديات ناتسيننا التفاصيل. أما لتفسيري يد وكو معناه بمعنى قدرتي ديتن لروي لغوي بلي بمعنى قدرتي دي بمعنى نعمتي دي بلام آية أو معنى لغوية كوان قرآنيا في تفسير كديا لقى السياق يقدر قرتوا لولام دا نخير لبروي قدرتي خواهي برجار سبحانه وتعالى
قابل تثنية نية خواهي قال دو قدرتي نية خواهي قال دو نعمتي نية نعمتكاني خواهي پروردگار سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى فأو نمونية قاعدة كمان لورن دكاتو دتسين سر قاعدة ديم لغويا بمعنى قدرة إشكاليات مانية لقى سياقين أقول بلان بخلاف آياتي يوم يكشف عن ساق لغويا وسياقيا نيش دقن زيت أقرت حديثك مان هي لا أحاديث صفاتك أو آياتي يعني آيات الصفات اللي قدرتو كلمة السكان رابردو باس ما كله طعم قرن وسري. القاعدة العاشرة إذا تنازع معنى اللفظ ومدلوله حقيقة شرعية الحقيقة الشرعية بالنصب زلس أصلا كيف خينه رحمة الله. إذا تنازع معنى اللفظ ومدلوله الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية قدمت الحقيقة الشرعية. حقيقة الشرعي معناها هي لقى حقيقة لغوي كسف كي لسري هي تسيا حقيقة لغوية لزمان عربي أو لفظه معناه يعني وكو صلاة معناه دعاء حقيقة شرعية أحسنت أو نجيك الخماني بالضبط صلاة لقرآني صلاة أو نجي كأما دي ناسين دي زين بلام لوري لغة والصلاة بمعنى دعاء وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية يعني وما كان دعاؤهم عند البيت المشركون يعني كخواي قرباسي أهل الشرك لك كذا فرمتني وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ما بس تبي معناه لغوية كيه أما كخواي برجار سبحانه وتعالى فرم يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لو حالتي ما بس تبي معناه شرعية كيه أما كنجي معناه شرعية كيه هرد بجيرين كنجي معناه لغوية كيه هرد بجيرين أجر بيتو دريتنسى تعارض دروز بي لبين معناه حقيقي ومعناه شرعية معناه شرعية كي بيش داخل باشرح كين زياتر إن بعض الألفاظ اللغوية صار لها حقائق شرعية ولا بد من مراعاتها حال التفسير وقد نشأت لذلك قاعدة وهي إذا تنازع اللفظ الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية قدمت الحقيقة الشرعية لأن الشارع معني ببيان الشرع لا ببيان الألفاظ ومدلولاتها من جهة اللغة يعني شارع ما وصلتي الشارع يعني أو كتشريع هذا يعني كخواي برجال سبحانه وتعالى لقى بيغمبري عليه الصلاة والسلام حتى الأحاديث جبوا نوعية حديث لسه معناه لغوية كي اقتصارنا كين أجر بيته معناه الشرعي معناه بيش كلمة صلاة كلمة زكاة ده لغة معناه تيا باقبونه بلام لا شرعي حقيقة الشرعي هي كالزكاة كاتي خوي هي شروطي خوي ده بيصلي بصير بصورته وبقى تحدي نصابي خوي هذا الزكاة در ذكري وكذلك الحج وكذلك العمرة وكذلك الجهاد وسبيل الله والإيمان إيمان للغيتيا تصديقها لصار قولي هندكا هذا شاندرين إيمان وتصديق إيمان معناه زيادة تيدا لس تصديقي حتى للغش أنا أنسينا تفاصيل كلا علم اعتقادي دخندري وكذلك النفاق وكذلك الكفر كفر معناه لا لغة عربي دابوشين بلام لما معناه شرعية كي معناه شيء إضافية وكذلك الشرك بلى كاتك مراعاة كتفسير القرآن تماشي قرآني دكي دبي مراعاتي معناه شرعي كي ناكرة كلمة لفظك لقرآني معناه شرعي كي ومعناه لغوي كي ليك ديو أواني كتفسير قرآني دكان باشا تشيزوريان أواني كباقراوند الشرعي بقوت يعني هندك لعربكان وهندك لكردكان نامينا يكذبينه هندك شوية قرآن تفسير كده بمعناه اللغوي بحت ومعناه لغوي بحت هزدك يو كسي قرآن تفسير كده أصلا هالمسلمانية يعني بيتسير أو معناه نزاني بيتن حزمان لينيا نايو سرتساوا كان بين بلام مثلا فكرك إيه حتى معناه شرعي هبيتن معناه شرعي بيش داخله إلا أجر قرينك هبيتن عندك آيات هي قرينه هي وشوي كتازة بس وما كان صلاتهم عند البيت أكيد مشركان صلاة يعني وشي ما نبوا أصلا كان مدزاين صلاة بمرحلة واجبوا لمدينة واجبوا لصاري أوندي واجبوا يكم زار مثلا بينز ديج نبوا إلى آخره كخواي برجع سبحانه وتعالى باسي صلاتي أهلي شرشي لك باسي قريشي لك لزائليتي أكيد ما وست في أو صلاة تانية كمان بروي قرينك معناه كقرينة تاريخية كأحوال نزولية باش هيت ما مثلا كفار بمعنى زراعي هاتي القرآن يعجب ليغيظ بهم كفار يعني عندك أو قرينة من هي
ذبي مراعاتي بكين يعني عندك حالة هي كحقيقة لغوية كي استعمال لكين بلام قريني خوي هي سياقك دليل للسري ياخذ أحوال نزولي دليل للسري أجرنا أصل ويا قاعدة كويا أما باس ما قلت ما قاعدة أغلبية قاعدة أونية لسر هم تطبيق بيتن بلام لسر زوريني تطبيق دبي صلاة أجر مثلا 200 زار لقرآني هاد بيتن 195 زار بمعنى شرعية كي هاتي رنجا 5 زاري يعني كم تري بمعنى لغوية كي هاد بيت فأو 5 زارة ناكري قاعدة كي بي هلوشيني بله والمفسر هذا هو واضح لكم أنا حصدك ولا السر نمونك إذا وقع شبهة الاختلاف وإذا وقع شبهة اختلاف في أيهما المراد المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي فإن المعنى الشرعي يقدم على المعنى اللغوي ومن أمثلة ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون فقد ذكر الطبري قولين استوى آية 8 وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون أو آية كلمة زكاة تنازعك لبين معنى حقيقة لغوية لقى حقيقة شرعية ما قال بمعنى شرعية حمل بكين أو أنا مشرك خواهي قولة دلدن أو مشرك أنا زكاة نادا وإيمان نشيان بآخرة دنيا كافر بروجي دواي طبري لا تفسير آياتي دو قولنا كرديا قولي كم الذين لا يعطون الله الطاعة التي تطهرهم وتزكي أبدانهم ولا يوحدونه وقد ذكر الرواية عن ابن عباس وتلميذه عكرمة وعبارتهما هم الذين لا يشهدون أو يقولون أن لا إله إلا الله يعني لرواياتك لابن عباس وعكرمة قولي كم معناه آياتكان لسر معناه اللغوية كي حمل كرديا يعني الذين لا يؤتون الزكاة يعني أوانا إطاعي خواهي قولنا كان هتاوكو تزكي أبداني خوان وضلي خوان بكن لو تسي إطاعي خواهي قولنا كان خواهي قول داوي سيري كردين داوي لا إله إلا الله يعني كردينك توحيد خواهي قول بكن سبحانه وتعالى والله أنا مشركا فبسياقي آياتك لبرو أنا مشركا ناكري آياتك حمل بكين لسر معناه شرعي كي كزكاة نصابي خوي هيو مثلا كاتي خويه كصالج بس هذا صورته باشي إيمانية يعني أنا مخاطب بزكاة الشرعية كي باشي كإيمان والله نشتا أنا مشرك فتفسيرك ابن عباس عكرمة طبعا مولاي ابن عباس طلب ابن عباس يك لو كسانيك يعني عالم وبعلم تفسيري والتفسير شيء لابن عباس وقلت قولي دوميان الثاني الذين لا يقرون بزكاة أموالهم التي فرضها الله فيها ولا يعطونها أهلها وحكى الرواية عن قتادة والسدي قولي قتادي لقى قولي السدي بمعنى شرعية كي فاختلاف لبينان هي أو آيات حمل كان بمعنى شرعية كي ياخذ بمعنى لغوية كي أصل ويا قطمان هم آيات قاعدة كدري حتى معنى شرعية بيتن حمل ناكري بلام ليركو أنا اشتكي أو قاعدة ما لي إشكالية لدروز لك أويش سياقك كمشركا زين طبري تسي ترجح كرديا ثم قال الطبري والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا معناه لا يؤدون زكاة أموالهم طبري ترجح يوي كرديا كمعنى شرعية كبيتا جريا على القاعدة لو زين لو استعمل قلت سياقك كبا مشركا ده معنى لغوية كي بلام أو لو هاي كرديا وذلك أن ذلك هو الأشهر من معنى الزكاة وأن في قوله وهم بالآخرة هم كافرون دليلا على أن ذلك كذلك لأن الكفار الذين عنوا بهذه الآية مبني المجهولة عنوا بهذه الآية كانوا لا يشهدون أن لا إله إلا الله فلو كان قوله الذين لا يؤتون الزكاة مرادا به الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله لم يكن لقوله وهم بالآخرة هم كافرون معنى لأنه معلوم أن من لا يشهد أن لا إله إلا الله لا يؤمن بالآخرة وفي اتباع الله قوله عز وجل وهم بالآخرة هم كافرون وقوله الذين لا يؤتون الزكاة ما ينبئ عن أن الزكاة في هذا الموضع معني بها زكاة الأموال يستينا قشتنوني لبروه لك نقوني طبري دريتا خلاصي كلام تدريج نبتوا طبري دريتا ويل للمشركين هذا خطاب عن قوم الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون هم قوم آخر بدليل لأوي كدريتا وهم بالآخرة هم كافرون
أواني كزكاتي نادن منع زكاتي دكن خواهي قرر سبحانه وتعالى فرمين آنش كافر أواني كمشرك هيس أو كافر إشكاليات ما لقوينية والذين لا يؤتون الزكاة زكاة مال إخوان ناكن هم بالآخرة هم كافرون ذري قربيت يقوم با معنى نبو خواهي قرر سبحانه وتعالى دوباره باز بكاتو كأوانا كافر ما دام لآياتي يكم قلتي مشركين فليركو أنا سترة طبري دريم دو قومي دو قسمي جواز لبرهند زكاتك بمعنى شرعيكي ترجيح كردية لبروي دريتن سدرت ذلك أنه هو الأشهر من معنى الزكاة معنى الزكاة معنى شرعيك زياتر طاغية وكباس ما كنت معنى قدو صد زال القرآن هاد بيتن زورني هرزوري بمعنى شرعيكي ديتن نك بمعنى لغويكي طبعا هو ترجيح إمام طبري رحمة الله بيتن أو كسيك قول ابن عباس عكرمة شهر بجيريتن هيت إشكاليات مانية وكو أصل أصولاني كبيشتر خنديت مان ما دام خلاف هبيتن لبينيان نحن في ساعة في ترجيح أحد القولين على الآخر. بله. بله. تفسير السلف اللغوي حجة يحتكم إليه لغة وتفسيرا. أو تفسيرك صحابة وتابعين كرديتيان حجتها هم لروي لغوي هم لروي تفسير. لروي تفسيره دليل كامل سهيناه. لروي لغوش أوان لعصري احتجاج لغوي ونا. عصرك بأوان روجانا لكاتنا خواردني لكاتي قسكني طبيعيا بلغة عربي فصيح قصيان كرديان. إشكاليات يعني نبوة لقى اللغي. يعني لحن نبوة. يعني بتسبا كان تابعية شي بتقول باورة فاعلكم لو كمنصوب نيدكرت يعني بأوتوماتيك نيدكرت حتى أوانيك عربي جنوي حتى أوانيك مواليج من مسلمان عربية كان عربية شي فصيح بو باشا أو ليركو أنا نمنا شي هنايتو أما من جهة اللغة فقد سبق بيان سبب ذلك عند الكلام عن التفسير باللغة عند السلف وأما من جهة التفسير فقولهم من حيث الجملة مقدم على قول غيرهم فالتفسير الذي يعود إلى لسانهم سيكونون أبصر به من غيرهم ممن جاء بعدهم. واضح إن شاء الله وجدليتا لري تفسير وقول وان من حيث الجملة قول وان مقدم ترى لسا قول غيري وان لبري وان سردما كان زياتر لوحي نيزيك تربوا خلاف كم تربوا ولا معناه لغوية كان نيزيك تربنو يعني آن لدو حالة لبيش منا هم لروي أحوال نزول زياتر آقايان لقرآني بوا ابن عباس دريتن نزل في بيوتنا شكا ابن عباس لك لخيزانة كان في غنبري صلى الله عليه وسلم بلشيتي شايدة تولك نيدا معه كقرآن دادا بزي لمالي بلشي دادا بزي يعني أو كسان يزيكتريان أمنواتو لقرآني فهم الأحوال نزول لما نزيكترين ولا لغة شوا سردمي وان لسردمي لغي فصيح بيش وي كلغة قرآن كاري إشكاليات اللي دروز بيتن سردمي وان سردمي احتجاجي لغوي بو فوان لاردو حالة لما نبيشتر فلذا إذا ورد عنهم تفسير مبني على لغتهم فإنه لا يصح رده من جهة التفسير على أنه لا يعرف في اللغة يعني قربيت ابن عباس تفسير آيات شبكابري ولا لغة عربية أو هاي لبان دي نوعي تفسير يمكن أتنابي باعتماد بكيبري والله قولك ابن عباس غلط أو معناه للسان العربي من منظورينات يعني لك تابعين خليلينات يعني لتهذيب اللغة أزهرينات شكا أتو لغة لشي وقرت لك تابي وقرت ابن عباس لشي وقرت لا أهلي لغة وقرت أوان بفصليقة بالطبيعات بخورسشي عربينا أتو لغة كيتو لشي ورجلها لكتابي ورجلها كاكتب عناش نقل كردين لغة كيوانا كاستا قولك هي زور زار اللغة هي نقل نكري لومان لغة عربي زور فراوانا أولا درس كاين لغة دامنا وإشارة بيكم بس ديار لبينهم تسوبو استا إشارة بيدك إمامي كسائي رحمة الله عليه بدا فرميتا قد ذهب من كلام العرب شيء كثير انقرض أهله قد ذهب من كلامه يعني بشك لزماني عربي رويشت لناوتسو نما انقرض أهله يعني عندك معاني وعندك ألفاظ عربية أما نيزاين لبلوي أهلكي لناوتسو استشعرت الجاهلي دمي زوربا ما ليتيناغي وكاركي تسيا وكاركي اويا او لغتي غريبه لغتي وحشيه لما تزاوازه وحشيه يعني نامويه فهو وكاركيتي امام الشافعي ده فرميت سلك تي برساله دليل لا يحيط باللغه الا نبي دليل لا يحيط باللغه الا نبي بلام الجوتمان باسيو ماكن جوتمان او بشي لغوي كمتعلقه بفهم قراني بفهم سنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم حتى قيامته بردوام دبيته سكوا إقامة حجزية بلام أوشتي كبيوندي بقرآنية سكوا لغة قرآن هم لغة عربية لغة عربي زور فراوان ترى للشعرية لشتيتكية أما إيش ما بوشتانا نية
بەڵام ئەو بەشەی کە حیفظ کرایە لە ئەشعاری جاهلین لە ئەشعاری ئەهلی سەدری ئیسلام کە کاتی احتیجاجی لوغەی بووە ئەو بە مەحفوظی دەبینێتەوە لە بەرەوەی قورئان پێی متعلق فناکرێ ئەمە ڕەدی تەفسیرە چوان بدەینەوە برین وڵای ئەوە لە لوغەی ناتی لەبەر هەندێک ڕەد دەدەینەوە لێر کوانەستان نمونەی باس کردیا کە دکتۆرە عائشە بنت الشاطئ بنت عبد الرحمن الشاطئ كتابة شيء بناي التفسير البياني معناه شو لغوي رد كرتوا أقداري أو قاعدين أبو طبعا دكتورة عائشة يكلا علماء كان يعني معاصر ولا أزار صارصة النوزدي وفاتي كديت يعني سادة كلمان نيزيكا عالم وبراستي آفرة شيء يعني زور مطلع به لو كتابة سيدة فرميتن كليركو أنا باسكين تلا آياتي وأنت حل بهذا البلد قالت كما نستبعد أن يكون حل بمعنى إحلال الله لرسوله هذا البلد يفعل به بعد الفتح ما شاء. وخوي آياتك ابن عباس دلت نسى وأنت حل بهذا البلد دلت إحلال الله خوي قول سبحانه وتعالى حرمي ما كيلو بيغمر صلى الله عليه وسلم حلال كرت لكاتي فتحي كشر تدابك ديت وبيغمر صلى الله عليه وسلم فرميتن ساعة من النهار يعني كاتك لكاتا كان ثم رجع الحرم كما كان من قبل ذلك. دكتورة عائشة ستريتن دلناكري أو معناه وابتن خاي كريم سبحانه وتعالى أو بلدي إحلال كربي حرمي لو بيغمر صلى الله عليه وسلم إحلال كربيتن كيفعل فيه ما يشاء لبرت سدريتن لا لظهور تكلفه فضلا عن كون الصيغة لا تقبل لغويا أن يكون الإحلال من حل وليس الاشتقاق وتفسير الحل بالإقامة هو المعنى المتبادل. دل الأمر لغة دل وأنت حل بهذا البلد يعني وأنت مقيم بهذا البلد معنى لغويك الصحيح يعني صحيح نيا إشكاليات مانية لسه قصكي دكتورة عائشة وأنت حل بهذا يعني وأنت مقيم بهذا البلد بلام معناي مراد لو آياتي أو قولي كإمام طبري لمجموعة لزانيا نقلي كده كان نايو زانيا كان بخينوه وهذا المعنى الذي استبعدته لم يذكر الطبري غيره عن السلف غيره عن السلف مع اختلاف عباراتهم عنه وقد ورد هذا التفسير عن ابن عباس ابن عباس ومجاهد والضحاك وعطاء أو التسار وقتادة وابن زيد. الشش مفسر معناها هم متقدمين هم لعصر احتجاج لغيبنا تنها ابن زيد نبيت كان عندك متأخرة أنا هميان عربيا نظاني هاتين تفسير آياتك كان كذا وأنت حل بهذا البلد يعني خايب الرجال سبحانه وتعالى أحل لك هذا البلد هذا هو التفسير الصحيح وهذا مقبول من حيث اللغة أيضا لأنهم أعلم باللغة من الدكتورة عائشة بنت الشاطئ التي تعلمت اللغة من كتب النحو والصرف والقواميس العربية فأوى معناه قاعدة كيه استا يازد قاعدة مانخين كقاعدة كان بكرتي دوباري دكينو لا يجوز تفسير ألفاظ القرآن بغير ما تعرفه العرب يحمل القرآن على الأفصح من وجوه الإعراب قاعدة دوم قاعدة سيم الجملة الاسمية تفيد الثبوت قاعدة سالم الجملة الفعلية تفيد الحدوث والتجدد قاعدة بينزم مجيء الأمر المستقبل بصيغة الفعل الماضي لإفادة تحقق الوقوع قاعدة حفتم ما أبهم في القرآن فلا فائدة في المعنى تترتب على ذكره قاعدة باشري حذف المتعلق المعمول به يفيد تعميم المعنى إلى آخر قاعداني كباس ماكر أو قاعدانا أجر بيتو لبري بكن يعني استفادة زور لكن ودشكله له استزادة بقرن وسر كتابي القواعد الحسان في تفسير القرآن دان راوي الشيخ عبد الرحمن السعدي واروا مقدمة تفسير كي واروا الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه بيتن كتابة شيء لا قواعد تفسيري بين السر المبحث الثاني قواعد الترجيح قواعد الترجيح كان جيش ما بيدا بيتن لكاتي هبوني خلافي بله قواعد الترجيح لسر أصل كيف لسر أو فرع كيف خنوان. المبحث الثاني قواعد الترجيح قواعد الترجيح في تفسير القرآن الكريم هي أحكام علمية كلية أو أغلبية مصوغة بعد استقراء يعملها يعني إيش بيدا كمفسر يعملها المفسر ليظهر الراجح من بين الأقوال المختلفة في بيان معاني القرآن الكريم. أو بيناسي قواعد ترجيحية قواعد ترجيحية أو ياسانية كمفسر لكات يابوني خلاف إيش بيدك لو ترجح كرني قولش لسر أبيدك
أو زور بكرت مختصري. بله. مسألة دوام. يعني ووجودها. بله ووجودها في تفسير تزيده قوة من جهتين. الأولى من جهة المفسر فتفيده في توازن اختياراته وعدم اضطرابها. الثانية من جهة القارئ فيستفيد منها تعلما وتطبيقا. استفادة سيما قواعد ترجيح بزاني وكم مفسر أقر بين لكات تفسيري وما ندك مثلا قولش اختيار دكين توازن ما نهبيتن مضطرب نبي زارك برين والله معناه حقيقي معناه شرعي دائما ببيش داخين زارك قاعدة ما نبيتن وكيف خوان بناوكين نتعون شيء سياقي كنوي أو قواعدان ترجيحي لكاتي أبوني خلافي ولا كمفسر توازني هبيتن. أما لو صدرن فقه نفرق فقهي بخيني لسا مذهبة بخيني لو نارنا طالب علمي مثلا أقر بيه فير فقه بي فروع فقهي بيتن بتكتبه شي أحاديث أحكامي بخيني مثلا يستافق ما وكو دخين دراك مثلا كتبي أحاديث أحكامي دخين عمدة الأحكام دخين درا بلوغ المرام دخين درا طلبة كده يقول بلوغ المرام خين جزيات الهزار حديث تدا فتوى يدنا هزار إشكالات شي دروز ذاك روجك قياسي بيش إجماعي ديخست روجك إشكال لو إشكالات لو دروز بلا بروي لسا قاعدة شي متناسق ناروة أما درين كطالب علم فقهي لسا مذهبة شي بخيني أقرتش لقرويني لو أو مذهبها هم اختياراتك كان راجحة أو مسألة شتكية بلام كاتك لسر اشتشي درواك بقاعدة داندري أو مذاهب فقهيانة عندك قواعد مسبقة كداندري مثلا أو قاعدة لكن لهم فروع كان إيش بيدك يعني اشتكنيه كابلا مثلا روجك عامي بيش خاصي بخارجك خاصي بيش خان بخوي ولا مخوي بداته تناقضي لو خوي دروس بك أنا أقول كمباشر لكتابي أحكامي بخيني مش كالياتي لو دروس دبيت لتفسيرش بهمان شوا أجر قواعدي ترجيح نبيتن هرزارو رأيك الترجيح دكي ببي مرجح سكاتو قاعدة كان ناصاني فلا برهن دي استعمال أصولي تفسيري دخينين أتات زنام البتسي بخود تفسيري بخينه كتفسيرش تخين دو قولك الترجيح كرد استعمال كتازة باسي قولك ابن عباس وعكريم ومان كرد دا باباتي زكاتكي كمثلا قولك مان ترجيح كرد ميل مان لو يهبو لبرتسبو لبر سياقي بو نقل بروي كما مثلا هالحزمان اللي بيتن أو هالي بيتن يعني لبروي ابن عباس بس لبر خاطر يوكي ابن عباس من والله هر تفسيرك أقل لبين ابن عباس ولبين ابن مسعود يابو دائما ابن عباس يردب جيري سكو عالم تربو لابن أو قاعدة سقطة قاعدة ومانية لأصول التفسيري بلام أقا قاعدة دروس تكان استاك ديان خينين فير بوين دمان باريز لوي توشي اضطراب بين بامان شوج لفقي أقا لتبي لسف فروعي كتاب فقهي كان بخيني أو زو مذهبك لولاتي تو مستعملة توشي اضطرابات نابلة تيجيشتن لأحكام فرعية كان همان شوج لتفسيري بله تيجيشتن بتنها لين بدوي كمان سلا بتبيتن دا قرآن يعني السنة يعني توشي اضطرابات الذكاء توشي زور اضطرابات الذكاء يعني ود لك آخري يعني بخود ولا ميخود بديوه عندك صحيح حزميني بكم يعني شايستي مجالس علمية بلان يعني توشي راديو يدبي بكرتي مختصري بله لا عندك هما راديو قداري أتزوج أو عليهم أتعطوش أو اضطراباتين بين وباشا لهم علمشي لسر قواعد علمك يوري وممن نصوا على قواعد الترجيح واستعملوها في ثنايا تفسيرهم ابن جرير الطبري وابن جزي الكلبي وغيرهم أواني كقواعد الترجيح زور بكارينات طبرية زور زالكات ترجيحي دليل لبروي أو رأيم ترجيح كده لبروي قاعدة كم هي أوها أتزوم مؤلفي خومان خواهي قولة خير من بعداش تبدأتو دكتور مساعد طيار تيكر دياس طيار تفسير الطبري هموي استقراء كردية أو قاعدة زواناني لو تدر هنا تاتو بخينيو أقر لكتابش كش بخينيو بزاني أو قاعدان لشهادة بهماش ابن جزي الكلبي لكتابي التسهيل في علوم التنزيل تفسير كي خوي أويش زور قواعدي بكارديني هم مفسر كان بكارديني ابن كثير بكارديني زور بيها بكارديني وسأذكر 8 من قواعد الترجيح ثم 3 مسائل مهمة مع التمثيل يعني أما اختصار دكينا صار هشت قاعدة ترجيح معناه وين قواعد ترجيح أو هشت هرها أو هشت بيتن لكن قاعدة كش معناه بلان أو هشت لها مي جرين ترى
القاعدة الأولى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مقدم ومثال قاعدة واضحة شرحنا تفسير بيغمبري عليه الصلاة والسلام مقدم على غيره. ومثال ذلك ما ورد في تفسير قوله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد قيل معناه ما من مزيد وقيل معناه زدني ورجح الطبري القول الثاني لموافقته حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة لم يظلم الله أحدا من خلقه شيئا ويلقي في النار تقول هل من مزيد حتى يضع عليها قدمه فهنالك يملأها ويزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط يعني قط. أحسنت. أو حديث معنا بيغمبري عليه الصلاة والسلام طبعا حديث طبري روايتك ولا صحيح البخاري ولا صحيحين حديثي هل من مزيد حتى يضع عليها الرب تبارك وتعالى قدمه وهو من أحاديث الصفات. حديثي هل من مزيد أو آية 8 يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. عندك المفسر كان قلت يعني لروي لغة معناه ما من مزيد يعني تاو بربم شوين منما مرام آية قوليوان بيش دخين يعني تفسير بيغمبري صلى الله عليه وسلم تفسير بيغمبري صلى الله عليه وسلم كذا فرمية هشتا داودك حتى يضع الرب عليها عز وجل قدمه فتقول قط كما أن ترجح كر تفسير بيغمبري عليه الصلاة والسلام وأوج بو قاعدة قلومان هركاتك تفسير بيغمبري صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على غيره. بله القاعدة الثانية تفسير غير مباشرة بله وخويت دتاني برين مباشرة وتاني برين غير مباشرة يعني آياتك باسنك إلا حديثك بلام نفسي حدثة نفسي أويه فالزور نزيك لو يكبرين مباشرة نفسي حدثة قلتش بيغمبر صلى الله عليه وسلم نيفرمو كمثلا مبسطن أو آياتي بلام نفسي حدثه نفسي معناه. القاعدة الثانية الأصل في الأخبار والأحكام العموم ولا يدخلها الخصوص إلا بدليل. فمثال الأصل في الأخبار وفي الأحكام العموم يعني أجر خبرك باز بكري تنوع عامة حكمك باز بكري خواي برجع سبحانه يا أيها الذين آمنوا يعني مثلا خواي يقول سبحانه وتعالى كأمري بشتشكر ديا لو قومتي مثلا أصل فيه أنه عام. عندك آيات معنى مخاطبة الصحابة يدك ونيا بلان خوب بس تايبة أمريكان بزلوانية أمريكا لو باشواني شو إيمان داراني كده يعني خواهي برقا سبحان دك أخبار هي مثلا رخنا لقوماني بيشما دقريتن خو رخنا كبزلوانية رخنا كامش دقرتو أقر بين بفعلي وان هالس كود بكي. فالأصل فيه العموم ولا يدخلها الخصوص إلا بدليل. ومثال ما عندك شتمان هي مثلا لقرآني خاصة يعني ساء النبي بله عندك شنو فهو خاصة جارة بدليل السياقي بله. ومثال ما رجح فيه العموم للأصل ما ورد في تفسير قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قيل عني بذلك الرجال دون النساء وقيل عني به الرجال والنساء ورجح الطبري القول الثاني للعموم. أستوى آية 8 كباسي وإذا أي إيمان داران باو كساني كملكت أيمانكم يعني أواني يان عبد يان أمانة يعني حرنينة لمن دستي يقو إيش دكن با إذن تان ليه ويقولين قلت رأي أو كسانا أو كسا أو يعني بس عبدي دقرتو أمينا قرتو يعني بس بياوي دقرتو وطبري دلتن بياو آفرتي دقرتو للعموم. الأصل فيه العموم يعني ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم سواء كانوا رجالا أو نساء برو آياتك تخصيصي نكردي. ومثال ما رجح فيه التخصيص لدليل ما ورد في المقصود بالنهي عن المباشرة في قوله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد قيل المباشرة يعني مباشرة يعني لمس البشرة بالبشرة بشرة يعني بيس أو مطلق مباشرة إذا قلتوها والله معناه لغوي ما هي لمعنى مباشرة كقرآن بكار دينتنو كناية عن الجماع ولا تباشروهن يعني ولا تجامعوهن باشا دو معنى إذا قلتن معناه مطلق كي إذا قلتوها كمباشرة يعني لمس قبلة هم إذا قلتوها مجرد مباشرة
ياخذ جماع. فأودو قوله هي بلام طبري كامي ترجح كرديا قيل الجماع جماعي طبري أو كل لبرتي لبرو بيغمر صلى الله عليه وسلم خيزانا كاني لكات اعتكافي كانوا يرجلونه وهو معتكف يعني يرجلونه برتيان ودادينا مباشرة عندك يعني بيستما بيست بيغمر ذكر عليه الصلاة والسلام خيزانا كان فأقربيتو آياتك ما بس بمطلق مباشرة يبا بيغمر صلى الله عليه وسلم نيذكر أوشته أو كاتي جائز نبو وهذا بيغمر صلى الله عليه وسلم كرديتي أو كاتي آياتك تخصيص ذكين لعموم لفظك يقدر دينين بمعنى جماعي فآياتك ما بس بجماعة. القاعدة الثالثة القول الموافق للسياق أولى من غيره. يعني أقربيتو سياق دليل السياقي زور مهمة. القول الموافق أقربيتو آياتك دو قول هبيتن كما قول نزيك كتير من السياق آياتك أبي هذا بجيري. نمنا كاني فيشترج كباس ما كرزور نموني تدابك سياق من أو يعني قولك ما هرجار بلا بر سياقك. ومثال ذلك ما ورد في بيان المراد بأبويه في قوله عز وجل آوى إليه أبويه. لسورة يوسف قلت لا يوسف أصلا لبدايته يتيم بدأت شوفاتي كرديا كو آياتش كخواي برغا سبحانه وتعالى فرمي آوى إليه أبويه يعني أباه وخالته وكانت أمه قد ماتت وقيل كان أبوه وأمه يعيشان ورجح ابن كثير القول الثاني بدلالة السياق. واضح لك أنت الأصل كتمان بقاء ما كان على ما كان أتكدر أبويه ما دام لفظي أبوي أبي بكارين أبويه خالفنا ناس والدين ناس أبويه باش أبوين وشي قمرين الشمس والقمر بينا قلت لي قمرين الأب والأم مش بيدا قلت لي الأبوين الأب الأب والخالة بينا قلت لي الأبوين طبعا ده ابن كثير بدليل سياق آياتك قلت آوى إليه أبوي داكي نمرد. القاعدة الرابعة اللفظ المشهور في اللغة مقدم على اللفظ الأقل. واضح إن شاء الله. اللفظ المشهور في اللغة مقدم على اللفظ الأقل أو الشاذ يعني أو لفظاني كم بكاردين ياخذ شاذ أصل ويا أما مشهور كي بكاربينين نك قول الشاذ ذكا. ومثال ذلك ما ورد في بيان المراد بيوم الحج الأكبر في قوله عز وجل وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله يعني ورسوله أيضا بريء من المشركين. قيل المراد به يوم النحر. يوم النحر كنجي روجي جيجني قرباني روجي خوشكي قوشتي زلي لخون باشا. وقيل أيام منا كلها لا يوم بعينه دو قول مان هي بلام عرب لكن عربي كواني مخاطب بآياتي يوم الحج الأكبر كامي بمرادة المراد القول الأول يوم النحر لكن يعني بيدا قلت يوم الحج الأكبر لبري أول مشهور ترى لا إطلاق عربي أو قاعدة معناها عادة أقل لفظك دو معناه لغوي هرب قريتا معناها مشهورة كي بيش دخي. ورجح الطبري القول الأول لأن الأشهر في كلام العرب إطلاق اليوم على أنه من غروب الشمس إلى مثله من الغد. بالي الدليل كش معنى هي كدري يوم الحج الأكبر يكروجه يوم اشتيا شروق الشمس إلى الغروب فقال أيام منها همين بقرتوا زيادة لا تسان شيء بلام يوم النحر يكروجه فهو دليل شيء ديكيه كاوا مشهور تلا كلام عربي كيك روجه مبسطي كيوم النحر. القاعدة الخامسة القول المجمع طبعا باش دابزين وآياتي بيغمر صلى الله عليه وسلم بشواء علي بن أبي طالب ينارد سيد كمشرك حد زينكات لا صحي مسلمية أن لا يطوف بعد العام عريان ولا يطوف به مشرك أن الله بريء من المشركين ورسوله. القاعدة الخامسة القول المجمع عليه أو قول الجمهور مقدم على غيره ومثال ذلك ترجيح يعني قبابتك بيت قول الجمهور يعني قول الزورين يعني قول إجماع مقدم ترى لسا قولي مثلا يكسل وكو آياتي باسيو مانكت اقتربت الساعة وانشق القمر استعنوا من أشكي لكو أنا هنا يتوا. ومثال ذلك ترجيح ابن عطية قول الجمهور ابن عطية نك ابنه ترجيح ابن عطية أو عفوا ابن عطية عفوا ابن عطية عفوا
قول الجمهور في أن ابني آدم هما ابناه لصلبه وليس من بني إسرائيل في قوله عز وجل واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. يعني قلت لا واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا أو ابني آدم آياتك وما بس في خدي آدمية كقابل هابل باشا بله فليركو أنا روايتك لا لحسن بصري كما بس في دو كذبوا لبني إسرائيل آنش بنو آدم بمش ناقص البني آدم إنسان هم بنو آدم بلام آياتك سياق آياتك وقول جمهوري هم متفقا شبه إجماعي لسر أصلا نكشبه إجماعي لسرك ما بس في هابل هابل كابني آدم لصلبه بدي أو قول حسن يكون روايات كلا أو قول غلط لحسن روايات كلا قيل أنه من روايات المعتزلة عن الحسن عمرو بن عبيد بله وبعد البحث لم نجد للحسن رواية في هذا الباب يعني لم نجد رواية صحيحة عنه فابن عطية كامل قول ترجح كده قول جمهوري اعتبارش ما ندايت قول حسن كذلك بني إسرائيل ابني آدم لصلبهن يعني كركاني آدمين مباشرة لبشتي آدمي درهاتنا باله. القاعدة السادسة التفسير الموافق لترتيب الألفاظ في الآيات أولى من القول بالتقديم والتأخير. يعني أتى بيتو ترتيب ألفاظ ما نهبيتن أتى قول بترتيب يبيتن بس تقديم وتأخير لكن أجر بيوست ما مؤكاتي باسي وإذا كان مقدم ومؤخر لو آياتي هاتية. مثال ذلك ترجيح الطبري تفسير السلف في تفسير قوله عز وجل فجعله غثاء أحوى في أن معناه فجعل ذلك المرعى غثاء فطارت به الريح فرجحه مقابل ما ورد عن بعض أهل العلم بكلام العرب من أن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم وأن معنى الكلام والذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء. يعني ليركو أنا عندك لالي لغي قوتيت يعني عندك لالي علمي قوتيان لو آياتي مؤخر ومقدم هي والله طبري دريز مؤخر ومقدم نيا لسا ترتيبي خوي درون آياتك وتفسير سلفي إشكاليات نيا تدريتا دريف معناه يعني فجعله غثاء أحوى يعني فجعل ذلك المرعى فجعوها قالوا مرعى كيدا قريتوها غثاء فطارت به الريح باشا يعني آياتك هي تقديم وتأخير تدانية مرعاتيا شويني لوريني آجاليا فكاتك زرد بيتن سيدة دبتا غثاء دوريتنو الريح ديبات فآياتك رس الترتيب خويتي تشكالياتنا والله عندك لا أهلي علم درين لا مؤخر تدا معناتها يعني والذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء بالعكس باشا يعني تقديم وتأخير تدايا بلام أو كما دلين أو قاعدة أو هالية معناه وني تقديم وتأخير لا قرآنية بلام أو أصل ويا كآياتك ما بترتيب تفسير بكري لو بين مقدم ومؤخر هي المنشبين ما ولا درس علميات بس تعال أو يا تعمل عاب كم بريم دست ما هالي لو بريم جم أو هالية يعني تعوريني زيك هذه لو رأيت شيء دور هرب جيرم فواتان منك لكن واضح به واضح إن شاء الله بله. ولا يعني هذا عدم وجود مقدم حقه التأخير وإنما ذلك مرتبط بوضوح الكلام في نظم المقدم والمؤخر ومن أمثلة ما حقه التأخير استعنوا ما هنا توزاري مقدم ومؤخر في قوله عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. قيل أنزل الكتاب عدلا قيما ولم يجعل له عوجا يعني قيما حقه لم يجعل له عوجا حقه التأخير وقيما حقه التقديم يعني معناه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب إنزالا قيما ولم يجعل له عوجا لوري معناه أجر مقدم مؤخر موجودة له آياتي وقيل عني به أنه
قيم على سائر الكتب يصدقها ويحفظها ورجح الطبري القول الثاني لأحقيته في التقديم وإن كان مؤخرا. نعم ليركو أنا لو آتي تقديم وتأخير هي وكوي كباس مانكر وقلت لها أو قيمة معناه أويك قيمة نك مثلا عدلا بمعنى عدناتي بمعنى هاتي كقيمة مهيمنة لسر سائر الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من كتب الأنبياء. القرآن يصدقها ويحفظها يعني معناه آياتكيتسيا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما على غيره من الكتب لينذر بأسا شديدا من لدنه إلى آخر الآيات. فلو حالتي لس قول دوم تقديم وتأخير نية باشا بلام أجر بين تقديم وتأخير شيء إشكاليات من له دروس نابتا لبروي تقديم وتأخير للغة عربي موجودة. القاعدة السابعة الأصل عود الضمير أو ما كان بمنزلته إلى أقرب مذكور يعني وشوي كباس مانكر لتعزروه وتوقروه ونيا أصل وهذا ضمير بقريته سر أقرب مذكوري لذكرين مذكور. ومثال عود الضمير لأقرب مذكور ما ورد في عود الضمير في ووصى بها في قوله عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قيل الضمير يعود على كلمته التي هي أسلمت لرب العالمين وقيل يعود على الملة المتقدمة ورجح ابن عطية القول الأول لأنه أقرب مذكور. أول لو تنرو النبي آيات كان لبيشت النبي آيات كان سورة بقرة يعني آيات سطسيك آخر آيات كيدا فرمتن أسلمت لرب العالمين كبيغمبر إبراهيم فرمتي أسلمت لرب العالمين ووصى بها أو كلمة بيغمبر إبراهيم كوتيتي أمن تسليمي خواهي پروردگار بنا سبحانه وتعالى بهمان شيء وصيتي كركاني خوي كردية كأو كلمة يبرن وهو يقلق قول كان كأسلمت لرب العالمين ريك بيش ووصى بها أقرب مذكورة. وقلت لها بي المبسط بيتسيا مبسط بي الملة المتقدمة يعني الملة الحنيفية كلمة ملة يعني كلمة دين يعني الحنيفية السمحة التوحيد بتوحيد بيغمبر إبراهيم توصية كردية بلام كما قول ابن عطية ترجيحي كردية كلمة أسلمت لرب العالمين طبعا فرق نيلا بين معناها بلام ليركو أنا تحديدي أوي ضميرك دقرته سرشيان أنا أكو معنى أسلمت لرب العالمين هل بمعنى حنيفية سمحة دقينيتن بلام ليركو أنا تحليلي ألفاظ كان القرآني لك قولي راجح ومرجوح هل بجيري. ومثال ترجيح وابزعنا ما عندي بينا عند شتان خوت عندي بلام صبر ما لسر بقرن يقلش تكان إمام بخاري روجك لروجان لقر طلبكي محمد بن يوسف الفربري طبعا إمام بخاري يقدر طلبت شابو محمد بن يوسف الفربري دائما لقريبه حديثة شي دنوسي حديثة شي رواية ذكر ديقو بنوسا فقوتي استاعتو يعني قال لي يوما وهو يعني ظن أني أخشى الملل ويزعني بيزا طبعا إمام بخاري كحديث عند دنوسي وشي ما نبود ده باز ده حديث ابن ده دواز ده لابري بخين ما عندي بن يعني 100,000 و 200,000 أو أنا لا دنشتن مجلس يعني أبو الأسباني لا دنشتن هتا باش إشاء زاري وتا فجري بيزار ندبون. فدلتن استا أهل تجارة خرج تجارتنا وأهل لهوي خرج لهونا لهوي مباح يعني بلام أتو أهل حديثي خريجي أحاديث بيغمبري صلى الله عليه وسلم وكوي وياتو لقى بيغمبري عليه الصلاة والسلام فأنقوش بامان شوي استا خلقك يا خريج نانخوارني خلقك يا خريج نستني خلقك يا خريج إسراحتي أنقوش خريجي كلامي خواهي پروردگار سبحانه وتعالى كوا أشرف كلامه كدابة زيتن و يعني أو مقصودي ميك بخلقي ميك أخوات برجع سبحانه وتعالى فرميت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والله بابر دوام بلا قاعدة. ومثال الترجيح لعود ما كان بمنزلة الضمير إلى أقرب مذكور ما ورد في عود اسم الإشارة في قوله عز وجل إن هذا لفي الصحف الأولى قيل أشير به إلى الآيات التي في سبح اسم ربك الأعلى لا سورة أعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى إلى آخر يتادقي أوي إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أو اسم إشارة دقريت وسرتسه دو قوله يكمشت قول يكم أو آياتان كباسكرة إلى سورة أعلى همو إلى صحف إبراهيم وموسى هاتية نفس معنى شرطني بنفس لفظي هات بيتن
بلام نفس معناه للصحف في بيغمبر إبراهيم وحي لسرداب زي بالصحف وبيغمبر موساش وحي لسرداب زي بالصحف وقلت لا صحف جواز بلغة توراتي صحف أخبار موعظة تدابوا توراة أحكامي تدا ويقلق قولك أنا قلت لا شك صحف موسى هر توراة ناتي ناو تفاصيل بلام بين السر موضوع خومان كأقرب مذكور أو إن هذا لسد قرأته لسرهم آيات كان قرأتها وقيل أشير به إلى قصة هذه السورة وقيل معناه إن هذا الذي قص الله تعالى في هذه السورة لفي الصحف الأولى ورجح الطبري القول الأول لقربه سي قول مان هي بلام كاما قول موافق ترى أو يكبرنا أو اسم إشارة دقرته سر أو آياتاني سورة أعلى إلى بداية يتادق ويندر خاي برجر سبحان باشويكا باسس أو ما سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى إلى آخر آيات كان دعاء إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إن هذا الذي أنزل إليك أيضا موجود في الصحف الأولى يعني في الصحف القديمة بس ما بس الصورة أعلى يعني بس الصورة أعلى بل القاعدة الثامنة القول بتوافق الضمائر أولى في عودها إلى أول مذكور من تشتيت مرجعها ومثال ذلك يعني أجابت مثلا تنزارك تنظميرك لدويك بيتن واباشتر برين أو تنظميرة دقرته سريق مذكور يعني برين هديك أو دقرته سرشتش استعدين بعض دكين نمونة زور واضح لسر بابتي ومثال ذلك ترجيح الزمخشري عود الضمير كلها نعم إلى موسى عز وجل إلى موسى عليه السلام أو غلط تدا أو مرزمها وإشكالياتها ما له دروس ذكاء إلى موسى عليه السلام ونقوم غلط في قوله تعالى عز وجل أن يقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني حسبك أو آيات يستهمين ضمائر ابتداء يا كم ضمير دري أن اقذفيه في التابوت بها نو تابوتي أو ها ألو شو قريتوها موسى أو هاي أن اقذفيه أو هاي يك فاقذفيه في اليم هاي دوم لو شو قريتوها ما مستا مروان دريتن دكتور مروان دريتن لو تابوتك إذا قريتوه يستوى تشتيتك تشتيت ضمائرك باشا فليلقه اليم بالساحل استوى أو ضمير السيم أو زاري لو شو قريتوها لسان دطاين بريان لو تابوتيان لو بيغمبر موسى هردو شي احتماله ونيا اشكاليات مانيا بله بلام زمخشري ترجيح تيجي طبعا زمخشري إمام للغة أقرتش لاعتقادي بلام إمام للغة بله لا علمي نحوي لا نحوي لهم علم كذلك لا علمي لغوي لهم تشي لا بلاغي لا أوي زمخشري يعني متماكنة زول اللغة رحمة الله طبعا زمخشري جاك لو زانيانا بوا يعني زور كابريها شي زاهد بوا حتى آلي حديثش خوش يامستيا أقرت لعقيدي خاتي سورة بلان بيشوا أبو طاهر السلفي بكسر السين رسائل لو زمخشري نارديا عندك أشعاري خوي عندك أحاديث خوي كرواياتي كرديا لو ابني طبعا أهل حديث يشان بأحاديث ويشان بشتي روايات يعني فكابرياتي زور زاهد بو أقرتش عندك لتزهلي سردمي خومان تكفير يعني كرديا قلت يعني كابرياتي جهمية ونظام تسو أو قصبي السر برانا بيشن باشا بقارنه سر مقالة شيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله وشفاه لدفاع كردن لزمخشري دفاع زور زواني لزمخشري كرديا مع التنبيه على أخطائي لا مني لو زمان مستويسف لك نيتي يعني ما بس ما لتسي ما بس ما أخطاء البراك يعني لا الشيخ عبد الرحمن دافع عن الزمخشري عن الذين قالوا بكفره و يعني بأشياء قبيحة ذكروها عنه عن أبي القاسم الزمخشري رحمة الله عليه فليركو أنا قاعدك معنا دريتن أو ضمائرانا همي بقريتو سريق مذكوري باشتر لو مشتتي بكين همي بقريتو سر موسى بترجيح زمخشري أن اقذفيه في التابوت أو ديار موسى فاقذفيه في اليم عينا فاقذفي موسى في اليم طبعا تابوتكش لقى فرادات فليلقيه اليم بالساحل هل باسك باس بيغمبر موسى أصلج لكلام قرآني ما باس اشتكي شريف بك نك باسي اشتكي جمال بك باسك لسر بيغمبر موسى عليه الصلاة والسلام فهو هشت قاعدة ولا قواعد تفسيري. المبحث الثالث
المبحث الثالث مسائل في قواعد الترجيح. زور ما إن شاء الله قربنا على الانتهاء. المسألة الأولى الأصل في استخدام قواعد الترجيح في اختلاف التنوع أنه لتقديم الأولى، وفي اختلاف التضاد لتقديم القول الصحيح. تستيقيشتن والله طاقتنا ما تنال تستيقيشتن أما درس كان يرابي مجالس كان يرابي قلت مان كاتك ترجيحي دكين دو استفادة معنا يعني أو قولي صحيح في ظانين قلت مان قولي صحيح يعني بران بركي قولي ضعيفة يعني قولة شي باطلة زاري واشي قولي أولاي في ظانين قلت مان قولي أولاي يعني قولة كيدي كش احتمالي هي نص قرآني كي هلي دقريتن فقلت مان قولي أولاي يعني قولة كي بران بري نضعيفة نباطلة بس قلت مان قولي صحيح يعني قولة كي بران بري كخلاف لقري هي ين ضعيفة ين باطلة. فدري الأصل في استخدام قواعد الترجيح في اختلاف التنوع أقربيته نوع اختلافه كمان تنوع بيتن أو لا يكي هردب جيري أو عندك خو محتمل اختلافك تنوع أجا اختلافك تضاد بيتن قولي صحيح هردب جيري وش مثلا بابتي قرئي قادرين قرء بمعنى طهري ديتن يعني معناه حيضي ضعيفة باشا بلام لا اختلاف تنوعي قولي أو لا يردب جيري. ومثال استخدامها في اختلاف التنوع لتقديم الأولى ما ورد في تفسير البرد في قوله عز وجل لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. طبعا لكلمة بردي زانها اختلاف يعني لتفسير كلمة بردا يعني قلت لا يذوقون فيها نوما ولا شرابا وبردج للغة عربية معناه نومي بكارديتا بلام استعمالها قليلا يعني لكن ما الشائع وقيل هواء باردا فما ليركو أنا كامل هردب جيرين هوائي باردة كي هردب جيري بلام نومكش معناه شي باطل نية سكا خلق لا زهنا ميدنويتن إسراحة دكا إسراحة ناكت. والأول مقدم لأنه الأشهر في معنى اللفظ كامل مشهور ترى البرد هو الهواء البارد أو مشهور ترى للغة أقرتش بمعنى نومي بيتا والله استعمالها شي قليلة. ومثال استخدامها في اختلاف التضاد لتقديم القول الصحيح ما ورد في معنى ما في قوله عز وجل لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ترك زيادة أو تسيو غافل ترك أو رش كانوا يقل إشكاليات كاني أو مرزمية لا يوم نزل ترك بولي هذا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم أو ما ما شي نفيا يعني ما يك بمعنى كما قلت لا بمعنى النفي يعني لتنذر قوما لم ينذر آباؤهم يعني آباؤهم لم يأتيهم نذير لم يأتيهم نبي يعني مثل ما أنذر آباؤهم بمعنى كما. وقيل هي بمعنى الذي يعني ما يك موصولية لتنذر قوما الذي أنذر آباؤهم أيضا آباؤهم إنذاريا لواتيا. والقولان الأخيران قريبان في المعنى فينبغي الترجيح بينهما يعني دو قولك آخري كما يكا الذي يكا تقريبا نفس معناه هي تقريبا نفس معناه هي فأجر بيتو ترجيح دروز بيتن ترجيحك لبيني أو دو قولي ذكين لقى قولي كم بقواعد ترجيحي. المسألة الثانية اجتماع أكثر من قاعدة على ترجيح قول من الأقوال وهذا من باب تعزيز القواعد للقول الواحد ومنه ترجيح ابن زيد بقاعدة السياق وقاعدة قول الجمهور في الخلاف الوارد. يعني زاري وهي يك آيات كخلاف لسلام مفسر ديتن دو قاعدة لنفس كاد بكاردين يعني أوانية مثلا هم زاري إلا قاعدة زاري ودو بكاردين زاري والسي بكاردين ميم أوياتو قولا درستكي ببينيو ما دام أويا مثلا آياتك هل دقريت مثلا ابن زيد معنى ابن زيد شيء عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بابي زيد بن أسلم تابعية مولى إمام عمر كري خطاب بخوشي علمي تفسيري لبابي برقرته لزيد كري أسلم برقرته حتى إمام مالك كري أنس صاحب مذهبي علمي تفسيري لزيد كري أسلم برقرته فعبد الرحمن جاء طبقي إمام مالك برام لا علمي حديثي ضعيفة لرواية حديثي أما لتفسيري عالم ولا علمي تفسيري وزاناني أهلي تفسيري ابن زيد نقل كرديا ليركو أنا دو قاعدة بكارينها قاعدة السياق لقى قاعدة قول الجمهور لو خلافيك لقولي عز وجل هاتيا والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق
قال ابن زيد: العلماء يقولون فيه قولين، منهم من يقول ساق الآخرة بساق الدنيا، وقال آخرون: قل ميت يموت إلا التفت إحدى ساقيه بالأخرى، يعني لكون نزيق يكتر. وقال ابن زيد: غير أننا لا نشك أنها ساق الآخرة. وقرأ: إلى ربك يومئذ المساق. قال: لما التفت الآخرة بالدنيا كان المساق إلى الله عز وجل. قال: وهو قول أكثر قول من يقول ذلك، يعني هو قول الأكثرين. ليكو أنا ابن زيد سي هربجاردية قلتي التفت الساق بالساق دو معناه هي بقنا معناه كاني يعني ساقي دنيا لقى ساق قيامتي ليك نزيق بيتو يكشكش هي معناه ظاهرة كيكا مردي قاد سكان ليك نزيق دبتوه. والله ابن زيد كان معناه هربجاردية آخرتك هربجار لبرت لبدو سبب يكم شد در سياقك باس قيامتي دكات شكدريت إلى ربك يومئذ المساق كاكاتك قيامت داديتن بندكان لو خاي برجال سبحانه وتعالى إلى ربك يومئذ لو خاي برجال سبحانه وتعالى دبر دريم لو حساب كتابي باشا. وهو قول شيخ البجاد البروي قولي أكثر أهل تفسيري زورني أهل تفسيري للصحابي كاوي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم آقاي ليبوا زورني أنا سأل أو قولي بين لبرهندي أو قولي هرب جاردية والله أعلم. فأجر بيتو زيادة لقاعدة كمان اجتماع بلا آيات أشي ذكري زيادة لقاعدة شي بكاربين إشكاليات منية باش تريشة بالضبط. المسألة الثالثة تنازع القواعد المثال الواحد، ومن أمثلة ذلك ما ورد في تفسير الشاهد في قوله عز وجل: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. موضع الشاهد تسيليركوانا وشهد شاهد من بني إسرائيل مبس بيتشي وشهد شاهد من بني إسرائيل موسى ياخذ عبد الله كوري السلام استاذين السري ليركوانا يجنو من مان هي زيادة لقاعدك لو خوي رايدة تشيش يعني أقول قاعدة إيش بيبكين قولة شرد بجيري أقول قاعدة إيش بيبكين قولي برامبر يرد بجيري برام نمونا كي بيشي ونبو دو قاعدة من بكار دينا لو هالبجاردين هي قولي برام ليركوان دو قاعدة بكار دينا هر قاعدة بالبشتي قولة شي دكا أما قاعدة كان ماخين هر قاعدة ماخين أنقول دبي already لبرتان يعني لكنتها مستقر بقواعد كان ليركوانا قيل الشاهد موسى قلت وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله ما بس بيغمبر موسى عليه الصلاة والسلام. أو قول مسروق يا مسروق بن الأجدع التابعي تلميذ عائشة وعلي بن أبي طالب وغيره من الصحابة وعبد الله بن مسعود أيضا. مسروق استدلالي بس كده قلت يو آياتا مكية بيش مسلمان بوني عبد الله كري السلامية فناكرة مرادك أو بتنوهر وها قاعدة سياقي بكارينه كسياق آيات كان أويا كما بس بي مثابتة. قولي دوام أويا كما بس بي عبد الله كري السلامة أو قولي زوجني زانانا ابن عباس للصحابي سعد بن أبي وقاص للصحابي مجاهد لتابعين قتادة لتابعين الضحاك لأتباع التابعين وابن زيد لأتباع التابعين. أقل بيتو أما إيش بقاعدة سياقي بكين كآياتك باسي يعني بني إسرائيل لكاتن آياتك مكية أو كاتي قولي مسروق يرد بجيرين. أقل بيتو قاعدة قول الجمهور يما يقل قاعدة كمان أو بيتوان أقل بيتو جمهور لسا قولة شبن يكاسش مخالفين بك قول الجمهور يرد بجيرين. أقل قول الجمهور يشهر بجيرين أو كاتي قولي أو قولي يرد بجيرين كدريتنا عبد الله كوري السلام. طبعا شرح كردنه تفصيلات داني أما قلت مان يعني بس مان لو درسانا أولنية كا بين سر خودي تفسيري وكو صنعي تفسيري آيات كان دراسة بكن تشكاو هر آيات وبحث شي زوري دوي يعني ده بقرأ زيادة لسن تفسيرش أما الناس حتى عندكم دائما بقرأ نوصل زيادة لتفسيرش بيك تفسيري اكتفانك وأجر اكتفاش تنبا تفسيرش كرت اكتفاء بتفسيري طبري بكن يعني ابن عطية أقل أحوال تفسير ابن كثير رحمة إخوان لبيتن ياخد أجر تفسيرش مختصر الدبيتن زور كاتد نبا هر كاتك بيستد بقرأ يوسري لو معناه شي يعني معناه أساس تكي حدي تفسيري نك بقرأ يوسر إضافة وفوائدي تفسيري الوجيز إمامي واحدي كما مصطلحا الشيخ صفوان الداودي تحقيقي كرديم
تحقيقة زور متقنة. الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للإمام الواحدي رحمة الله عليه. فديركو أنا دريت إنه في الأمر سعة ما دام القولان صحيحين. دري أو اختلافي هي اختلاف شيء بسيطة إن شاء الله. كوتاي شرح كردني كتابي لباب التحرير في أصول التفسير، وما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان فيه من خطأ وسهو ونسيان ولا بد أنه فيه ذلك فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.